أسهل وصفة ممكن تعمليها للعيد بدون ماكينة وبدون كيس حلواني ومكونات لحد ما بسيطة، وهنضيف له حاجة هتخليه أحلى من اللي بنجيبه من بره، وبمقادير بسيطة جدا نوعا ما. يعني بكوباية وربع زبدة بس هنعمل كمية كبيرة من البسكوت، وهيطلع معاكي هش جدا وخفيف، غير طعمه أحلى وأجمل من الجاهز. بس أهم حاجة متنسيش تحط لايك وتشترك في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل الجديد اللي احنا بنقدمه. ويلا بينا نبدأ الفيديو على طول ونسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. أول حاجة كده هنجهز كوباية وربع زبدة في درجة حرارة المطبخ، وهنضيف عليها ربع كوباية سمنة عادي، سمنة سايحة عادي، ونحطهم كده في بولة. وهنضيف عليهم كوباية سكر بودر. يعني انتوا شايفين كوباية الشاي المعيارية اللي بستخدمها، كوباية الشاي العادية الموجودة في كل بيت اللي هي بما يعادل 250 ملي. وهنبدأ كده نضربهم بالمضرب الكهربائي، ولو ما عندكيش مضرب كهربائي هتستخدمي المضرب اليدوي عادي، بس هياخد شوية وقت معاكي. وهستخدم في الوصفة بيضتين بس، هنزل بيضة بيضة، واللي ياريت تكون البيضة في درجة حرارة المطبخ عشان خاطر ما تفصلش معايا الزبدة أول ما بنزلها. وهستخدم فانيليا برتقان بتدي ريحة ولون وطعم للبسكوت حلو قوي. وهنزل بقى بحوالي ربع كوباية لبن، لبن مش ساقع، لبن عادي كده في درجة حرارة الغرفة برضو. لو عايزة تبدلي اللبن بالبرتقان، عصير برتقان، تمام مفيش مشكلة. وهضربهم كويس جدا كده بالمضرب. وهجهز 4 كوبايات دقيق اللي هو بمعادل نص كيلو دقيق متعدد الاستخدامات أو متعدد الأغراض أو مخصوص للبسكوت. وهضيف عليه معلقة كبيرة لبن بودر، ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر، ورشة ملح خفيفة. وهننخلهم، من يا ريت يا جماعة ما ننساش موضوع نخل الدقيق مهم جدا. وهنضيفهم بقى على الزبدة والسمنة والسكر البودر والبيض. بس كده، ومش هعجن البسكوت، لا انا بس هلم العجينة بس، يعني البسكوت ما يتعجنش خالص. انا هدخل المكونات كلها مع بعض. بس كده لميت كل المكونات مع بعضها، انا ما عجنتش، انا بس لميت بس المكونات. هي هتكون عجينة طرية كده ومش متماسكة، ودي طريقة عجينة البسكوت فعلا، يعني دي عجينة ناجحة. ما تضيفيش دقيق ولا تضيفي اي حاجة. بس هنريحها كده 5 دقايق، انا مش هخمرها، لا انا هريحها بس، هريح العجينة 5 دقايق بالظبط. وهجهز صواني فرن بس مش مدهونة ولا اي حاجة. بس كده، وزي ما انا قلت لكم بقى، ولا ماكينة، ولا هنستخدم ماكينة النهاردة، ولا هنستخدم كيس حلواني، ولا يعني ما فيش اي حاجة، ما فيش غير القمع ده بس، هتجيبيه من محلات المستلزمات المطبخ، هتجيبيه بسعره بسيط جدا. بس كده، وهنحط فيه حبة عجينة وهندوس بايدينا بس، ما فيش اسهل من كده.
هينزل معاكي بكل سهولة، ان العجينة بتاعتي عجينة طرية. وقطعت باقي الصواني كلها بنفس الطريقة. بس وهحطه على فرن كده ساخن على درجة حرارة 170. اول ما احس كده ان هو يعني بدأ يستوي معايا واتأكد من تحت استوى معايا، هبدأ اشغل الشواية يديني لون كده ذهبي او رايح على احمر شوية. ونركز على موضوع 170 يا جماعة، مش عايزة نار عالية. بس كده اول ما اتأكدت ان هو استوى معايا طلعته يبرد، ما امسكوش خالص ولا اجي عنده لغاية لما يبرد تماما. بس واول ما برد معايا بدأت احركه من الصينية او الصاج. طالع معايا هش جدا ولونه ذهبي وخفيف جدا. وشايفين يا جماعة من جوه عامل ازاي. يعني انا هظلمه لو قلت ان هو شبه الجاهز او طعمه شبه او طعمه زي الجاهز. احلى بكتير وبيدوب جدا وهش جدا خالص معايا. يعني كوباية وربع زبدة ومعلقتين سمنة، طلع معايا كمية حوالي 4 سجان. بس كده اول ما برد حطيته في علبة. ولازم نكون محكمة الغلق، يعني لازم عشان تفضل لغاية اخر واحدة تكون مقرمشة، ان احنا يعني نكون في علبة محكمة الغلق. بس اهم حاجة متنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد احنا بنقدمه. سلام.